بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة، معاكم النهاردة أحمد حمدان. هنتكلم النهاردة عن القطعة دي. طبعا القطعة دي جميلة جدا لو عايز تضيف هارد إضافي، هارد ديسك إضافي لللابتوب بتاعك، أو تشتري هارد مثلا SSD لللابتوب بتاعك، فهيسرعه جدا. هيفيد عندك الهارد الأساسي، انت بقى عايز تشغله على اللابتوب. الحل ايه؟ الحل القطعة دي بتركب مكان الدي في دي بتاع اللابتوب. هنشوف ازاي نقدر نركبها بكل بساطة. هي بسيطة خالص، يعني ممكن نجيب هارد، ادي الهارد اللابتوب القديم مثلا، هو ده شكله. كل الموضوع بنيجي هنا نحطه كده خلاص ونزق، بس كده بيكون ركب. هنشوف بقى ازاي نقدر نركب القطعة دي على اللابتوب بتاعنا بكل بساطة مكان الدي في دي، او نرجع حتى نشغل الدي في دي في اي وقت. الموضوع بسيط خالص، تعالوا نشوف مع بعض وارجع لكم تاني بعد ما نخلص. طبعا في البداية كده هنجيب اللابتوب بتاعي نقلبه على ظهره كده خلاص كده. مثلا دي في دي هنا الناحية دي اهي، هنا في مسمار في النص كده. هبدأ افك المسمار ده بس، ومسمار واحد بيكون في النص كده بس كده. هفك المسمار من هنا وابدأ اشد. ده بيبقى كده اهو، بس بكل بساطة كده هتشده هيطلع معاك بكل بساطة خالص. ده الدي في دي بتاعه. طيب نفس الشكل ده كده يا جدعان، انا جبت القطعة بتاعتي اهي زيه بالظبط. يعني تعتبر لو حطيناهم فوق بعض هتلاقيهم راكبين على بعض، فيما عدا هنا حتة زيادة هنا وقطعة في الظهر هنا. طيب هتيجي على دي نبدأ نركب فيها الهارد ديسك بتاعنا. هي ليها أسنان هنا اهي بيركب فيها الهارد ديسك ده عادي. هتبدأ تحط الهارد ديسك ده كده عادي وتزقه بس كده دخل خلاص. طيب نلفه من ظهره هنا، هنلاقي فيه مكانين هنا كده بيركب فيهم مسامير تمسك الهارد في القطعة دي. نبدأ نجيب المسامير، هي بتيجي في علبته، يعني دي العلبة هيكون معاها المسامير. طبعا بيجي معاها 4 مسامير. انت حضرتك ممكن تربطه بمسمارين 2 بس. يعني ابدأ اربط هنا واحد كده بس خالص. ممكن تربط واحد كمان هنا، او ممكن تربط واحد هنا اللي يريحك. يعني انا شايف ان هارد يعني مسمار واحد بس يربط الهارد كفاية، مش الباقي ده كله ملوش لازمة. طيب ربطت ده كده، نبدأ نحط بقى الدي في دي جوه. طبعا انا هي تركيبها الصح كده. طب لو انا عكستها، يعني عملتها كده وجيت اركبها، يعني بصوا لو جيت اركبها بالعكس كده مش هتنفع تركب. نلاحظ بص، مش هتنفع تخش، لازم هي ما تخشش غير كده. طيب هبدأ احطها كده، هتلاقيه دخل خالص لجوه. تروح زقه بصباعك لغاية الاخر، يعني تتأكد ان هو وصل لغاية الاخر. زقة جامدة كده بحيث تتأكد ان هو وصل لغاية الاخر. طيب لحد كده يكون خلاص. طبعا ده اللابتوب بتاعي. لو نلاحظ ان ده كان الهارد بس، نضاف لي هارد جديد اهو كمان عليه وبقى شغال كده تمام. نجيب اللابتوب بتاعنا ده مكان الهارد يا جدعان، مكان ما الهارد بيركب هنا خلاص. ده المكان اللي هو مركبنا فيه الهارد. عايزين نفك البتاعة دي عادي خالص اللي احنا ركبناها. بنيجي هنا كده بالراحة بنشد بالمفك كده، هتلاقيها طلعت معاك عادي مفيش اي مشكلة. خلاص هبدأ افكها اهي، دي اللي فيها الهارد. بس عايز اركب بقى الدي في دي. اعمل ايه؟ اجيب الدي في دي بتاعي اهو خلاص. ابدأ اجي هنا ادخله بس في المكان المخصص ليه بس كده هو ركب. طيب حاجة كمان، نيجي في الظهر كده هنلاقي في مكان المسمار بتاعه هنا. نجيب المسمار خلاص، ده اللي بيمسك الدي في دي بس، ونبدأ نربطه هنا بكل بساطة مفيش أي مشكلة. خلاص كده يكون دي ثبتت هنا جامدة وتمام
طبعا وديني رجعت لك، يعني يا رب حلقتي تكون موفقه معاك النهارده. ما تنساش تضغط على علامه السبسكرايب الحمراء دي وتفعل الجرس مجمعه من تحت الفيديو ده عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال، لينك الجروب بتاعتنا تحت الحلقه دي، خش اشترك من عليها واشترك معانا في الجروب واسال سؤالك هنجاوبك على طول. تحياتي ليكم كمان مره، وكان معكم احمد حمدان. قاعدين يا جماعه والله الحلقه خلصت، يلا سلام عليكم.